لما تحس انك مش كويس وحياتك مش افضل حاجة، لما تحس انك دايما مستنزف وواقف في مكانك وكل اللي حواليك بيسبقوك خطوات، فانت هنا محتاج تقف مع نفسك وتحدد المشكلة فين. وخلينا اغششك واقولك ان المشكلة عندك في التحفيز. لما بتلاقي نفسك مش متحمس لحاجة او مش في المود وعندك مهمة المفروض تعملها، حتى لو كانت مهمة، فبتسيبها وتنام او بتضيع وقتك على السوشيال ميديا. زي بالظبط لما قررت تهتم بصحتك وبدأت تنزل الجيم، يوم في التاني في التالت لقيت الموضوع بقى صعب ومشوار الجيم بقى يتقل عليك والتعب كتير، فقلت اكبر دماغي وكنبة بيتنا اولى بيا. او زي بالظبط الكورسات او المذاكره، لما بتيجي تبدا في حاجه بيجي في دماغك دايما ان المذاكره عباره عن جلسه تعذيب مستمر ما فيهاش اي متعه ولا اي افاده، ده غير كميه الحاجات اللي فوق دماغك. فتلاقي الفيسبوك والواتساب واليوتيوب بيتلموا حواليك ويحتووك بعيد عن المذاكره الشريره. وهنا بيبدا التسويف. وقيس على كده كل حاجه في حياتك بتيجي عند اللحظه الفاصله وبتقف. في كل مره كنت تقف فيها كان لازم تتحرك، بس البه كان مكسل وملوش نفس لاي حاجه، مش في المود بس الكلام ده ما ينفعش يستمر معانا كتير. وانا عشان بحبك هساعدك وهقول لك 8 نصايح هيفرقوا معاك قوي، هيخلوك مكنه شغل. فهات ورقه وقلم واكتب ورايا عشان تطبق على طول. غير النضاره اللي انت لابسها. طول ما انت شايف الدنيا من زاويه واحده عمرك لا هتفلح، لا في يوم ولا في شهر ولا في سنه. العقبات والمشاكل والالم والملل اللي انت بتقابله لما تيجي تعمل اي مهمه هي المصدر الوحيد اللي حرفيا بيساعدك ان انت تطور من نفسك. من غير ما العضله يطلع عينها في الجيم عمرها ما هتكبر. ونفس الكلام، من غير ما انت تقاوم الملل والكسل والحاجات دي كلها عمرك ما هتتطور ولا هتتغير في حياتك. لازم تفهم ان العقبات والالم والملل هي التذكره بتاعتك لرحله التطوير. فكر دايما وخطط هتعمل ايه لما تبقى ملان ومالكش نفس الحاجه. كده كده الملل هيجي والوقت ده هيجي، لكن هتعمل ايه في الوقت ده؟ اظن دلوقتي جات لك صوره في بالك انك هتقضيها نوم ولعب والفون والكلام ده، وده بالظبط اللي هيحصل لان انت ما عندكش تصور تاني هتعمل ايه في الوقت ده. فلازم تلغي الصوره دي من حياتك وتحط في خيالك صوره تانية، صوره تساعدك ان انت تطور من نفسك وتتغير، صوره تخليك راضي عن نفسك بجد في الوقت ده. اعرف نفسك. لازم تكون فاهم انت امتى عندك طاقه كبيره وامتى بتكون طاقتك تحت الصفر. اكيد ما ينفعش احط مهمه محتاجه مجهود بدني وذهني في اخر اليوم، او حتى مثلا في الوقت اللي انا ببقى خلاص فاصل فيه، لانه ببساطه طاقتي بتكون تحت الصفر. فلازم اوزع مهامي صح على مدار اليوم، وبالتالي لازم تعرف نفسك. اجل الكسل زي ما بتاجل الشغل. لما تيجي تشتغل او حتى لما تيجي تبدا اي حاجه وتجيلك فكره او شعور يوقفك، فهنا انت اعمل معاه زي ما بتعمل مع المهمات بالظبط. قول له 5 دقايق اخلص اللي عليا وهرجع اشوف انت بتقول ايه. طب هخلص التاسك ده ونرجع نعيط في الاخر، بس نخلص ده دلوقتي. فدايما اجل الحاجات اللي بتقطعك والحاجات اللي بتعطلك وكل الكلام ده لحد ما تخلص. وصدقني الحل ده مفعوله زي السحر. اتنفس بالراحه وبعمق، وتنفس حوالي من 4 ل 5 6 انفاس خلال الدقيقه الواحده علشان يشحنك من جديد ويطلع الطاقه السلبيه من جواك. وانا ما بتكلمش على السجاير، انا بتكلم عليك انت وانت بتاخد نفسك. لازم نفسك يكون هادي وبالراحه علشان يشحنك من جديد ويطلع الطاقه السلبيه من جواك. حافظ على النوم كويس والاكل الصحي والتمارين حتى لو في البيت، ولازم تصوم اثنين وخميس. صلي الفروض والسنن وحاول تكون خاشع في الصلاه. كده كده الصلاه فرض علينا وكلنا عارفين ده، لكن الصلاه من الحاجات الجميله اللي فيها انها بتشحنك من جديد. بتبقى خارج من الصلاه ان قادر ان انت تدوس وتجيب وتعمل حاجات كتير جدا، لانك ببساطه بتخرج من عند الملك سبحانه وتعالى. بتبقى خلاص تخلصت من كل حاجه مضايقاك. فحاول انك انت دايما تصلي، وصلي بخشوع وصلي بقلبك. صدقني حياتك هتتغير. الحاجة التامنة هي انك تتغلب على الكسل وتعمل لايك على الفيديو ده وتعمل سبسكرايب للقناة وشير والكلام الطيب ده، وتقول لي رأيك في الكومنتات تحت. ولو عندك مشكلة عرفنا عشان نساعدك تحلها. وصدقني مع التركيز والتدريب مع نفسك وغصب نفسك كتير هتعود نفسك تشتغل من غير لا تحفيز ولا الكلام التعبان ده. وشوية النصايح دي هتفضل كلام على ورق لحد ما انت تبدأ تنفذها وتحطها في حياتك. وخليك فاهم ان انت هتقوم وهتقع، هتجرب مرة وهتفشل والتانية وهتفشل والعشرة وهتفشل. محدش بينجح من اول مرة. فلازم تكون مدرك دي وتكون فاهم ان انت مش في سباق مع حد، لكن انت بتتأخر على المستقبل بتاعك. بكل مرة بتكسل فيها فانت بتتأخر كتير جدا. فوق وركز وغير حساباتك وغير حياتك للأفضل علشان تعيش مبسوط. سلام.